مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الدورة 31، ملتقى الإبداع. مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان له بعد قومي وله بعد عربي وله بعد إقليمي ودولي. حقيقة مجموعة من الأعمال السينمائية شاهدناها من الجزائر، من المغرب. هذا إذا دل على شيء يدل على أنه السينما العربية في حالة توهج وفي حالة من التطور المستمر. أتمنى أنه المهرجان القادم أنه يكون أكثر حميمية ما بين الفنانين العرب وفنانين جمهورية مصر العربية، زملائنا الفنانين المصريين. على القنوات المصرية أن تهتم بضيوفها العرب، لا أن تركز على الفنانين المصريين فقط، لأنه كمان النجوم العرب هم نجوم في بلادهم، عشان يصير في تعاون، عشان الجمهور المصري يعرف هؤلاء الفنانين، عشان الجمهور المصري يعرف أنه في فنانين في الوطن العربي. أنا بعتقد أنه أصحابين الدعوة يجب أن يهتموا بضيوفهم العرب، لأنه اللي عم بيشوفوا أنه كل الاهتمام بنجوم المصر اللي بنحترمهم وبنقدرهم وبنجلهم، لكن كمان في دور على إدارة المهرجان أنها تعرف بهذا الضيف. أنت جايب ضيف، مفروض الناس اللي في المهرجان تعرف مين هذا الضيف، مش بالضرورة يعني أنه تعمل له كل يوم لقاء، بس يجب على أنه تكون هناك لقاءات مع هاي القنوات. ولا كيف بده يصير احتكاك وكيف بده الفنانين يتعرفوا على بعض. هاي من الملاحظات على المهرجان فقط لا غير. وما تبقى المهرجان ناجح بكل المقاييس، مهرجان بقدم أعمال ذو قيمة فكرية وثقافية وفنية، وهذا يسجل لمهرجان الإسكندرية. أو الأردن تشارك بأفلامها اللي تعطيها للقنوات، بحيث إن يبقى في عرض للأفلام برضه العربية من خلال القنوات. يعني هذه ندوة عملناها على هامش المهرجان. اتحاد الفنانين العرب، مشكلة تسويق السينما في الوطن العربي. طبعا أنت بتعرف إنه السينما المصرية هي الأهم في الوطن العربي، فبحثنا سبل كيفية تسويق هذه السينما إلى الوطن العربي. اتفقنا أنه لازم يكون هناك قناة في التلفزيون المصري من ضمن هذه القنوات الكثيرة تبث الأعمال العربية. يعني آن الأوان أنه المواطن المصري يطلع على الثقافة الأردنية، الثقافة المغربية والجزائرية والتونسية وإلى آخره. وبرضو إحنا كفنانين عرب مفروض نكون متواجدين على الشاشة المصرية، لأنه بالمحصلة النهائية الآن العمل العربي المشترك في الدراما، أنا ولا أقصد في الاقتصاد والسياسة، لا، في الدراما يجب أن يكون هناك حجر ولبنة أساسية في تطوير الدراما العربية. شكرا.